السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي صفقة ليمون يا جماعة، أقول لها لأ لأ طبعا. يعني واحدة تعز عليا صاحبتي يعني وحبيبتي، قالت لي تعالي أخوها زارع حوالين الأرض بتاعته شجر ليمون ياما، قالت لي تعالي عشان إيه أجيب لك حبة معايا. فرحت طبعا أدى الليمون. طبعا أنا هنقض الأصفر وأغسله، هو جاي بقاله يومين يا جماعة. طبعا هنقضه وأغسله لأنه هو من على الشجر، وايه وهعمله الاصفر ده هعمله ليمون معصفر معاكم يعني في الفيديو، فمش عشان بقى ما اطولش عليكم. هنقط كده واغسله وهوريه لكم. خلاص انا مسكته وغسلته كويس جدا. طبعا انا جايباه يا جماعه زي ما قلت لكم كده من الشجر. صفقه وجات لي بقى، ما اقدرش ان انا اقول لها لا. وبعدين اقول لكم معلومه، المفروض تعملي الليمون المعصفر ده في شهر 12 عشان بيبقى فيه ميه يسوي نفسه. ده الليمون اللي انت عايزاه يقعد يستحمل. انت ممكن تديله سلقه يعني غلوه 2 كده، لو انت عايزاها على طول تاكليه على طول بعد شهر ولا حاجه، تقوم عامله له غلوه واحده. فانا طبعا ما عنديش مشكله ان انا احطه في البرطمان واسيبه منين ما يستوي ان شاء الله يعني من هنا لرمضان يكون حلها الف حلاه. خلاص فانا هعمله. انا غسلته كويس، فانا دلوقتي هعمله بالكازلك معايا اهوت، وهقطعه هشقه كده 4 شقات ان شاء الله، وهنشتغل فيه وهوريكم. طبعا احنا قاعدين على على السطح بقى بنحدق واحنا قاعدين. وده اختي وحبيبتي وبنت خالي، هي اللي مدياني العصفر. هي بتبيع يعني عندها عطاره وكده يعني، فمدياني بقى العصفر ده وحبه البركه، حطهم لي على بعض وقالت لي ما تكتريش حبه البركه عشان ما يسمرش ليك الليمون. تمام. انا هحط ملح بالويم كده. هي قالت لي حط من الناعم ده على 4 كيلو حوالي كوبايتين من الملح على 4، يعني ال2 كيلو لهم كوبايه من هو الناعم ده. خلاص انا جايبه من عندها الحاجه. طيب انت بقى اما تيجي تشتري ليمون جيبيها الصفرة اللي يبقى فيها ميه، فهو تقريبا في شهر 12 الليمون بتلاقيه فيه ميه، تجيبي وتعملي العصفر ده ما شاء الله اللي هو المعصفر ما شاء الله، بيبقى جميل جدا جدا جدا. تمام. فانا بقى لسه كده هنزل كده من الكيس الملح ده، لسه هنزل. ويا جماعه ما شاء الله تشقيقه ما خدش مني والله يعني 5 دقايق، شققته في دقيقه واحده. اهم حاجه الكازلك بيكون حامي، وتشققي على طول على طول ايدك على طول مع الليمونه، بتبقى سهله جدا جدا جدا، مفيش اسهل من كده يا جماعه والله. خلاص بس انا بقى اللي حدقت بدري بدري بقى، ومع غلو الزيتون السنه دي كل بيتكلم عن الزيتون وغلو الزيتون، علشان كده محدش جابه يعني. فربنا يا رب يرخي قوت المسلمين ويرخص لنا حاجتنا كلها يا رب. هخلص كده احط عليه الملح كده واخلصه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهو الليمون ما شاء الله انا فاتحاه مش اهو قلبه من جوه ما شاء الله، مش شقق يعني 4 شقات. عايزه تعمليه ليمون صغير وعايزه تعمليه 2 مفيش مشكله. الليمون ده بيتعمل منه كل حاجه، يعني انا بجيبه واقطعه حتت صغيره كده مع زيتون واقطعه واعمله، ما باخدش حاجه. خلاص انا حطيت عليه قيمه كوبايتين ملح من ناعم على 4 كيلو. انت بقى عايري علشان خاطر ما ترجعيش يعني تبقى انت عارفه. انما انا بحكم ان انا بقى على طول بعمل وايدي فيه، لان يعني احنا عندنا ولادي وكده بيحبوه في الشتاء ما شاء الله، بيبقى اكله حلو قوي في الشتاء. في الشتاء كده تاكلي منه مع اي وجبه جميل ويفتح شهيتك كده ويبقى حلو. يعني وجوده كده في البيت كده يا جماعه بركه والله. الحوادق دي الجبنه، ان كانت الجبنه الحادقه بتاعتنا او الليمون او حادق اللفت بتاعنا او اي انواع الحادق، بيفتح نفسك على الاكل تاكلي منه كده وتشبعي ما شاء الله. خلاص عشان ما كترش الفيديو الناس اللي بتشتكي، هخلص معاكم. بس تشقيقه والله سهل جدا، اوعي تكسلي، اوعي تقولي لا وتكسلي. فانا هكمله كده واحنا مع بعض واحده واحده. خلاص انا عملته كله، حشيته كله ما شاء الله، ما خدش مني يعني والله العظيم بصي 10 دقايق بالظبط، ومظلمه نفسي كمان وانا بقول لك 10 دقايق. طبعا لازم احطه في البرطمان، وما شاء الله انا بعمله يا جماعه يقعد معايا ممكن تقعديه سنه، يعني زي اليومين دول كده تاكلي منه ما تخافيش عليه. قلنا الكيلو الليمون يبقى نص ملح، نص كوبايه ملح، والعصفر والحبه البركه ما تبقاش كتير عشان ما تسمروش ليكي. سيبك بقى من الكركم اللي بتتحط عليه والكلام ده، انت لو عايزاه تاكليه على طول بتسلقيه سلقه غلوتين كده، وتقومي حاطه عليه خل، حاطه عليه زيت زيتون. طبعا انا ما عنديش زيت زيتون، ما عندوش بقى زيت زيتون يعمل
يحط اي نوع زيت عنده على الوش بس في الاخر خالص. خلاص هو ما شاء الله لابد ان انا احط كده، وبعد كده بتكه بايدي. خلاص حاجه كده جميله وما شاء الله. شوفوا شكله، والله بنت عماله تتحايل عليا تقول لي انا عايزه اكل منه كده، عايزه اكل منه كده. ريحته جميله جدا 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 وحلوه جدا 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 مهما اقول لكم. معلش اتاخرت عليكم في الفيديوهات، بس ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. وادعوا لي يا جماعه، انا عايشه بدعاكم ليا. ربنا يخليكم يا رب ويوسع عليكم ويرزقكم الخير. وده حاجه بسيطه. دي صفقه ليمون جات لي، والله كان نفسي اصور بس هي قالت لي لا. وجمع الليمون ده شيء صعب او متعب قوي قوي قوي. على ما جمعت شويه الليمون دول يعني ما اقولكوش على المتاعب اللي انا شفتها. طبعا الاخضر حطيته على جنب تاني، هغسله وهسلقه. ده هسلقه بقى ناكل منه على طول كده. والحوادق دي حلويات رمضان. نقول ايه؟ حلويات رمضان. ما تقدريش ان انت تقعدي على الفطار كده. انا بتكلم كمان عن نفسي، والله ما اعرف اقعد على الفطار كده من غير الحلويات دي. حلويات فعلا حلويات. وان شاء الله اما افتحه في رمضان انا معاكم. كل سنه وانتم طيبين مقدما. ان شاء الله هوريكم الايه، هوريكم حلاوته وجماله كده وانا بطلع منه. خلص كده البرطمان واحنا مع بعض. محمد ابن هلك انا طبعا عمالين عيالي ياكلوا فيه مش عارفه. طبعا انا بنقي الليمونه اللي فيها ميه عشان هحصره كله عليه. خلاص في فكره حلوه قوي. ان انت تقشريه، اوعي تضربيه في الخلاط بقشره. تقشري الليمون وتمسكيه تضربيه في الخلاط. بس انا طبعا ايه، مانيش هضربه في الخلاط. بس انت لو عايزه تعملي كده ووقته يبقى بسيط، على طول قشري في دقيقه مش هتاخد حاجه، واضربه في الخلاط وحطي عليه. بس انا طبعا معايا كميه ليمون ما شاء الله. يعني انا معايا ليمون يعني زايد وفايض، يعني براحتي، يعني ميته براحتي. انما انت معاكي حبه صغيرين اعملي زي ما بقول لك بالظبط. خلاص بس ما تحطيش خل، علشان الخل بيخليه يستوي بالعجل. خلاص كده، وهحصر عليه على طول كده على طول اهو. ممكن تحصري في طبق وتحطي، بس انا بقى ايه، هحصر على طول كده في البرطمان على طول. يعني مش عايزه اوسخ اطباق ياما يعني بصراحه، يعني عشان انا اللي بتدبس فيها. عايزين يا جماعه، يعني انا والله ببقى نفسي انزل فيديوهات على طول، بس بخاف ان انتوا تزهقوا. يعني نفسي والله ان انا انزل فيديوهات على طول، بس طبعا انا شغلي دايما في المخبوزات، فبخاف ان انتوا تزهقوا يعني من المخبوزات وكده. اللي عنده فكرة فيديو يكتبها في الكومنتات واحنا هنبقى نعملها ان شاء الله. ان شاء الله الايام الجايه هتبقى احسن ان شاء الله. خلاص انا بحصر عليه بقى براحتي كده، احصر عليه ما شاء الله يقعد معاكي. زي ما قلت لك من السنه للسنه. كانت ست الله يرحمها كانت تقول، ستي امي تقول لي من الحل للحول. حل بقيت مستغربه الكلمه دي، يعني ايه من الحل للحول؟ تقول لي يعني من السنه للسنه. الله يرحمها ويرحمهم جميعا. يا جماعه التكه اللي انا بعملها دي مهمه جدا، ان انت تعملي هريسه شطه وتحطيها. يعني دوقيه عندك مثلا كب اعمليه، بس فيها ايه يعني حرقيه. يعني انا بحب الحاجه اللي تكون حراقه، ايه سنس بسيط كده مش ياما. خلاص خدوا بالكم من سنس دي يعني. خلاص وحشني والله، وما اتكلمتش معاكم من زمان وحشني. بس الايام الجايه كتير كتير كتير. المغرب أذن علينا اهو واحنا قاعدين لسه على السطح. طبعا هخلص كده بالعجل قبل الليل ما يليل اكتر من كده. خلاص شايفين الجمال؟ ما اقولكوش بقى على ريحته وجماله. انا متكيه عليه. طبعا هو بيسرد ميته، وانا عصرت كميه ليمون يا جماعه ما اقولكوش على كميه الليمون اللي انا عصرتها. خلاص انا بحب الحاجات دي بقى، بحبها. ما اكلتش الليمون المعصفر ده يعني بقالي ايام اهو. خلاص لابد ايه الزيت، اي بقى نوع زيت عندك، زيت التموين. انا بعمل كده عشان انزل حبه زيت تحت. خلاص انا عايزه انزل حبه زيت تحت. شايفين الجمال؟ ايه الجمال ده؟ عظمه والله عظمه. ما شاء الله ما شاء الله. مفيش حد بقى يبعت لي صفقه زيتون. يبقى كده ايه، حلويات رمضان كملت. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وعد عليكم الايام بخير وتبقوا في سعاده وصحه وهنا يا رب. قولوا امين. وان شاء الله الايام اللي جايه ما بيننا هتبقى احسن من كده.
ان انت التهويه، انا مش عايزه اي تهويه. يعني انا هحط دلوقتي مشمع او كيس نظيف وهحطه واعمله، بس بعد ايه؟ بعد ما اعمله كده. شايفين؟ طبعا هو بيسرد ميه ياما، بيسرد ميه ياما، ما تقلقوش. يعني هيسرد ميه كمان، والميه دي بتسويه، ميته منه فيه. شايفين؟ أشهد أن محمد علشان انا عايزاه يسرد ميه بحيث ان هو يعني ايه يسويه. اهو بتكه تاني. خلاص كده. على الفلاح قد قامت الصلاة قد ده على الوش. قامت الصلاة هو هيخس وده كله هينزل، يعني ما يغركوش دلوقتي. لا إله إلا الله. كل ده بيخس وبينزل لتحت شويه. شايفين؟ خلاص كده تمام. انا بتك عليه ولاد عمالين يبصوا. خلاص كده طبعا. الكيس اللي احنا جايبين في الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه اجمعين. شايفين بقى الجمال؟ هو كده خلاص كده تمام كده، جاهز كده ان هو يتعان زي ما انت عايزه تعينيه عينيه. ومنين ما تفتحي عليه تفتحي عليه، بس ابقي شقي عليه بعد اسبوع وشوفيه، هتلاقي ميته ما شاء الله وصلت لحد هنا من غير ما تفتحي ولا حاجه، بتلاقي ميته ما شاء الله غطته. خلاص، وكل سنه وانتم طيبين. وقبل الفيديو الجاي اشوفكم على خير.